كل حدوتة وليها سر، ومع حواديت غودة الحكايات مش بتخلص. مستعدين لرحلة النهاردة؟ انزلوا حالا، اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس، وما تنسوش بقى اللايك المتين بتاعكم، هو اللي بيخليني أكمل. تعالوا النهاردة نسمع حكاية للكاتب إسلام محمد، خريف الجثث. استعدوا ويلا بينا نبدأ الحكاية. دي مش مجرد قصة عن جريمة، دي حكاية عن السواد اللي ممكن يعيش جوه الإنسان من غير ما حد يلاحظه. أحيانا الوحوش ما بتبقاش في الغابات ولا في الكوابيس، الوحوش ممكن تبقى بينا بتضحك وبتتكلم وتعيش حياة عادية جدا. الأحداث اللي جاية هي اعترافات إنسان قرر يحكي الحقيقة زي ما حصلت بالظبط، لا فيها تجميل ولا كذب. ولو قررت تسمع أو تقرأ القصة يبقى لازم تكون مستعد تدخل عالم مظلم يمكن ما تخرجش منه زي ما دخلت. أنا إسلام، والاسم ده غالبا هيكون آخر حاجة تفتكروها قبل ما تقفلوا المذكرات دي وتروحوا تغسلوا ايديكم من قذارة اللي هتقروه وتسمعوه. دلوقتي وانا محبوس بين 4 حيطان، مفيش صوت بيونسني غير صوت تزييق باب الزنزانة اللي بيتفتح ببطء كأنه بيجرب حبل المشنقة على رقبتي. ما بيشغلنيش الندم ده لغة الضعفاء. أنا اللي يشغلني إن الحقيقة تطلع زي ما حصلت بالملي. الحكاية بدأت من 10 سنين، كنت شاب في أول 20، لسه مخلص دراسة تكنولوجيا وميكانيكا. الناس فاكرة إن الميكانيكا يعني شحم وتروس، بس بالنسبة لي كانت دراسة للمحركات. وكنت دايما بسأل نفسي، المحرك البشري ده إيه اللي بيخليه يقف؟ وإيه الصوت اللي بيطلعه وهو بيعطل للأبد؟ كنت ساكن في أوضة فوق سطح عمارة قديمة في وسط البلد. الحواري هناك كانت ضيقة والبيوت لازقة في بعضها لدرجة إنك بتسمع شخير جارك. كنت بقعد فوق السطح أبص للناس تحت، شكلهم زي النمل اللي ملوش 30 لازمة، وأقول لو نملة منهم انداست هل حد هيحس بيها؟ أول ضحية ما كانتش بتخطيط، كانت شهوة مفاجأة. عم جابر، الراجل العجوز اللي بيلم خردة وكرتون، راجل ريحته دايما صدى وقرف. صوته كان بيخرم ودني وهو بيزعق للنهار علشان يلم الكنزات الفاضية. وفي ليلة شتا سودا والجو كان بينقط مطر خفيف بيخلي الأسفلت يلمع، نزلت أجيب سجاير. الشوارع كانت ميتة، مفيش صريخ ابن يومين. لقيت الراجل ده واقف ورا العمارة في زقاق مقفول بيلم شوية كرتون مبلول. في اللحظة دي السواد اللي في قلبي طفح. ما كنتش عايز فلوسه، أنا كنت عايز اللحظة. لمحت سيخ حديد تقيل ومركون على الحيطة، سحبته بهدوء وما كنتش خايف. كنت متشوق لدرجة إن ريقي نشف، ولما قربت منه التفت وبصلي ولسه هيفتح بقه يسألني عايز ايه يا أستاذ إسلام؟ كنت غرست السيخ الحديد بكل قوتي في رقبته. صوت الجلد هو بيتقطع بالحديدة كان شبه صوت تمزيق قماش قديم وناشف. ريحة الدم لما طرطشت على وشي كانت دافية ومعدنية، ريحة خلت جسمي كله يقشعر بلذة غريبة عمري ما حسيتها. فضل يرفرف بين ايدي زي فرخة مدبوحة، وانا كنت باصص في عينيه بتركيز مرعب.
كنت عايزة أشوف اللمعة وهي بتهرب من عينيه. لما جسمه سكن خالص أنا ما حسيتش بذنب، حسيت بهدوء غريب، كأن الوش اللي في دماغي سكت فجأة. وطلعت أوضتي، مسحت الدم ببرود ومسكت القلم. كتبت أول صفحة في رواية خريف الجثث. كتبت عن ريحة الصدى، عن النفس الأخير اللي بيطلع بطلوع الروح. ولما الرواية انتشرت النقاد اتجننوا وقالوا إن إسلام بيوصف الموت كأنه هو اللي عمله. ما كانوش يعرفوا إن عم جابر كان هو الموديل اللي رسمت منه أول لوحاتي. بقيت إسلام الروائي المشهور اللي الناس بتخاف من خياله، وأنا بضحك في سري لأن خيالي ما كانش غير كاميرا بتصور اللي إيدي بتعمله في الضلمة. بس الجوع ما كانش بيشبع. كل ما الورق يزيد كنت بحتاج دم جديد يبل ريقي. بعد خريف الجثث الفلوس جريت في إيدي زي الدم في العروق. الشهرة كانت بتزيد وصوري بقت على أغلفة المجلات، والناس بقت بتبصلي بنظرة انبهار وخوف، وأنا كنت ببادلها بنظرة الذئب اللي بيختار الخروف اللي جاي من وسط القطيع. نقلت من أوضة فوق السطوح لشقة واسعة في حي راقي، شقة سقفها عالي وحيطانها عازلة للصوت، وده كان شرطي الأساسي. المكتبة الضخمة اللي عملتها ما كانتش بس للكتب، كانت ستارة لغرفة تانية وراها، غرفة مدهونة باللون الرمادي الغامق، فيها ترابيزة معدن وإضاءة جراحية قوية ومجموعة سكاكين ومشارط طبية مترتبة بالملي. والمكان ده كان عالمي الخاص. بدأت أدرك إن القتل العشوائي زي اللي حصل مع عم جابر بدائي زيادة عن اللزوم. أنا فنان، والفنان لازم يختار الخامة بتاعته بدقة. وبدأت أتردد على الكافيهات الغالية، أحضر ندوات أدبية وراقب الضحايا الشيك. كنت بدور على الشخصية اللي موتها هيسيب أثر درامي في روايتي الجاية. واجي بقى للضحية التانية، نورهان. نورهان كانت موديل إعلانات، ملامحها مرسومة بالمسطرة وغرورها واصل للسما. كانت بتحاول تتقرب مني علشان تظهر في كادر مع الكاتب المشهور. كنت ببص لرقبتها الطويلة والبيضة وأتخيل إزاي خيط الدم هيرسم عليها لوحة فنية. ورتبت كل حاجة بهدوء، عزمتها عندي بحجة كاستنج لفيلم مقتبس من روايتي. جت وهي في قمة شياكتها، ريحة البرفان الفرنسي كانت مستفزة، ريحة حياة وغنى ملهمش لازمة. وشربنا القهوة، وكنت حاطط لها سر صغير في الفنجان، مادة بتعمل شلل رعاش تخلي الجسم يتقل بس الوعي يفضل صاحي ومصحصح لكل نغزة ألم. ولما بدأت تدوخ وتقول إنها حاسة بدوخة، سندتها ببرود وخدتها ورا المكتبة في عالمي الخاص. وأول ما شافت السكاكين والمشارط عينها وسعت برعب مالوش وصف. كانت عايزة تصرخ بس لسانها كان تقيل. بدأت ألبس الجوانتي الجراحي الأبيض وطلعت مشرط رفيع جدا سنه بيلمع تحت الإضاءة القوية. نورهان، انتي دلوقتي مش موديل، انتي نص أدبي مخلد. قلت لها الكلمتين دول وأنا ببشر جلدها ببطء عند منطقة الرقبة، والدم بدأ يظهر، لونه أحمر فاتح جدا وبدأ ينزل في مسارات منتظمة. كنت ماسك نوتة صغيرة وبسجل فيها ملاحظاتي.
الضحية في اللحظة دي بدأت تحس ببرودة في الأطراف، والعين بتفقد التركيز وبتبدأ تدور على مخرج مش موجود. قعدت ساعات أشرح في جمالية الألم قدامها. كنت بقطع الأوتار واحد واحد واسمع صوت الطاقة الخفيفة اللي بتطلع. المتعة ما كانتش في القتل، المتعة كانت في إني بمتلك الكيان ده بالكامل. لما النفس الأخير طلع والجسم سكن، ما حسيتش بالوحدة، أنا حسيت بإنجاز. هنا بقى نفعني علمي في الميكانيكا والكيمياء. قطعت الجثة لقطع صغيرة جدا واستخدمت أحماض كيميائية بتدوب الأنسجة في ساعات. العظم اللي فاضل كنت بفرمه في مفرمة صناعية وبحوله لتراب بيختفي مع الهواء. الصبح طلع وأنا قاعد في البلكونة بشرب قهوتي، والشقة ما فيش فيها غير ريحة معطر جو بريحة اللافندر، ونورهان ما بقاش ليها أي وجود غير في ذكرياتي. وفي الفصل التاني من رواية عناقيد الموت، الرواية نزلت والنقاد قالوا إسلام وصل لمرحلة من الصدق في وصف سكرات الموت تخلينا نشك إنه بيتعامل مع شياطين. ضحكت لأن الشياطين كانت بتتعلم مني، بس مع الوقت الوحدة بدأت تنهش فيا. كنت عايز حد يشوفني وأنا ببدع، حد يكون مراية لسوادي. كنت بتمشى في الشوارع زي الديب الجعان، مش بدور على ضحية، بدور على شريك. لحد ما السما مطرت في ليلة شتا تانية، ودخلت مكتبة الورق العتيق، وهناك شفتك انتي، شفت ليلى. الجو كان شتا من النوع اللي بيخلي الشوارع فاضية وريحة التراب المبلول تسيطر على كل حاجة. دخلت مكتبة الورق العتيق وأنا حاسس بضيق في صدري. الجريمة الأخيرة بتاعت نورهان ما كانتش كفاية، الورق كان لسه عطشان والحبر باهت في عيني. وقفت قدام رف الأدب البوليسي، كنت بألف في نسخة قديمة من روايات أجاثا كريستي وببتسم بسخرية. الألغاز دي كانت بالنسبة لي لعب عيال، مفيش فيها كده ريحة الدم الحقيقية ولا النزع الأخير اللي بجد. وفجأة سمعت صوت هادي بس فيه بحة غريبة، كأن صاحبه طالع من رواية قديمة. الصوت قاله من غير ما يبصلي: انت عارف ان السم بياخد وقت أطول بكتير من اللي كتبته في روايتك الأخيرة. الضحية مش بتموت في ثانية، هي بتتعذب، بتتحلل من جوه وهي لسه واعية، وبتحاول تصرخ بس صوتها بيبقى عبارة عن حشرجة مكتومة. لفيت وشي ببطء، كانت ليلى عندها 25 سنة، ملامحها كانت بريئة لدرجة تشكك، لابسة بلطو اسود طويل وشعرها كان فيه نقط مطر بتلمع تحت نور المكتبة الضعيف. بس عينيها، يا على عينيها الواسعة، وكمان عينيها سودة وفيها نظرة ذكاء حاد لدرجة تخوف، نظرة بتقول إنها شايفة المشرحة اللي جوه دماغي. انتي مين؟ وعرفتيني منين؟ أنا ليلى، اللي قرت كل سطر كتبته، واللي عارفة إنك مش بتألف، انت بتنقل الوصف اللي بتكتبه عن برودة الأطراف وسكون العين. كل ده ما بيجيش من القراية يا إسلام، بيجي من اللمس. انت كنت هناك صح؟ وقربت منها خطوة، المسافة بقت بينا يدوب سنتيمترات. ريحة برفانها كانت مختلطة بريحة الورق القديم، ميكس يدوخ ويخلي الواحد يفقد أعصابه.
والكلام ده بقى يا ليلى ما بيخوفكيش؟ لو اللي بتقوليه صح، انت دلوقتي واقفة قدام سفاح مش مجرد كاتب. ايه الخوف للناس العادية اللي بتخاف من الضلمة؟ انا بقالي سنين بدور على حد حقيقي، حد ما بيخافش من السواد اللي جواه. انت مش ملاحظ اننا لوحدنا في المكتبة والمطر بره مغطي اي صوت؟ وقعدنا يوم في ركن بعيد، بعيد عن عيون صاحب المكتبة اللي كان غرقان في جرد كتبه. قعدنا 5 ساعات كاملة، ما حكيناش في الحب ولا في أحلام الشباب التافهة، حكينا في الفن الخالص. حكيت لها عن عم جابر وعن ملمس رقبته وهو بيفارق الحياة، وحكيت لها عن نورهان وإزاي كنت بجمع دمها في كاسات صغيرة علشان أشوف تدرج الألوان تحت كشافات المعمل. معرفش إزاي حكيت لها، بس أنا كنت حاسس إنها مش هتتكلم. أنا كنت معجب بيها جدا، كانت بتسمعني، هي ساندة راسها على إيديها وعينيها بتلمع بمتعة سادية غريبة ما كنتش بشوفها غير في مرايتي. قالت لي يومها جملة عمري ما هنساها: إسلام، أنت القلم وأنا الورق، بس أنا ورق مش بيشبع. أنا عايزة أكون جزء من الحبر بتاعك، عايزة أعيش الحكاية مش بس أقراها يا إسلام. وبدأنا نتقابل كل يوم. كنا بنتمشى في المدافن بالليل، نقعد وسط القبور ونحكي عن الخلود اللي بيجي بعد الوجع. كانت بتعرفني على أنواع جديدة من المواد الكيميائية اللي بتدوب العظم أسرع من غير ريح، وأنا كنت بعلمها إزاي تنقي الضحية بحيث تكون نكرة مالوش حد يسأل عليه. كانت ذكية لدرجة إنها كشفت ثغرات في رواياتي القديمة، وساعتها قالت لي: هنا انت سبت دليل كان ممكن يوديك ورا الشمس. المرة الجاية أنا اللي هراجع وراك المسرح قبل ما نمشي. كلمة إحنا بدأت تظهر في كلامها بشكل عفوي مرعب. ما كانش مجرد قصة حب، كان تحالف شيطاني بين وحشين لقوا بعض في وسط غابة من البشر. وقبل ما نخرج من المكتبة في أول يوم قالت لي بوشوشة في ودني خلت شعري يقف: عارف يا إسلام، أنا كمان عندي اعترافات، بس مش هقولها لك دلوقتي، هقولها لك لما الدم يجمعنا في أوضة واحدة، لما نكون واحد بجد. الجواز بالنسبة لنا ما كانش مجرد فستان وبدلة وزفة، كان عبارة عن اتفاقية توريد أرواح. يوم الفرح كنت لابس البدلة السوداء، وليلى كانت طالعة زي الملاك اللي طالع من كابوس. فستانها كان أبيض لدرجة مستفزة، وكأنها بتسخر من براءة العالم كله. وإحنا واقفين وسط المعازيم اللي بيضحكوا، ليلى مالت على ودني وهمست: تفتكر مين في القاعة دي حظه هينتهي الليلة ويكون أول فصل في كتابنا الجديد؟ ونقلنا حياتنا لشقتي الواسعة، الشقة اللي كان فيها المعمل السري ورا المكتبة الضخمة. أول ليلة لينا سوا ما كانتش ليلة رومانسية، كانت ليلة جرد وحساب. وفتحنا الأوضة السرية ورتبنا السكاكين والأحماض والصور. ليلى كانت بتلمس سن المشرط بصوابعها الرقيقة كأنها بتلمس قطعة مجوهرات غالية، وعينيها كانت بتلمع بلمعة خلتني أتأكد إني لقيت الوحش اللي بيكملني. ومر شهر وإحنا بنرسم البروفة الأولى لينا كزوجين. كان في واحد اسمه دكتور هشام، ناقد أدبي مغرور، كان دايما بيطلع في البرامج يقول إن رواياتي فقيرة أدبيا وإنها مجرد هياج دموي. ما كانش يعرف إن الهياج ده
هو اللي هيسطر نهايته. وعزمناه عندنا في البيت بحجة الصلح، وإنه كاتب كبير ولازم ناخد رأيه في مسودة رواية جديدة. جه هو نافخ ريشه وقعد في الصالون وبدأ يتكلم بتعالي مقرف، وليلى كانت قايمة بدور الزوجة المثالية بتقدم له القهوة بابتسامة ساحرة. بس أنا كنت عارف إن القهوة دي فيها الخلطة اللي اتفقنا عليها، مادة بتعمل شلل مؤقت في العضلات مع بقاء الوعي كامل والقدرة على الإحساس بكل نغزة وجع. وبعد 10 دقايق هشام بدأ يحاول يرفع إيده، معرفش. بدأ يحاول يتكلم، لسانه اتخشب وعينه بدأت تزيغ برعب ملوش وصف. وقمت بكل هدوء، قفلت الستار التقيلة وطفيت النور العالي وفتحت أباجورة حمراء خافتة خلت الصالون يقلب لونه لون الدم. يا دكتور، انت قلت ان كتاباتي مفيش فيها عمق نفسي، ايه رأيك بقى نختبر العمق ده دلوقتي؟ ساعتها ليلى قربت منه ببرود وطلعت من جيبها دبوس جراحي طويل وغرسته ببطء شديد في عصب ايده وهو متثبت على الكرسي. قولي بقى يا دكتور، الوجع ده حقيقي كفاية علشان توصفه في مقالك اللي جاي؟ المتعة ما كانتش في الفعل نفسه، المتعة كانت في التناغم اللي بينا. ما كنتش محتاجة أتكلم، كنت أشاور لها بعيني تجيب لي المشرط الصح. ليلى كانت بتمسح الدم اللي بيسيل على السجاد بقطنة مبلولة، قطنة فيها كحول أول بول علشان الريحة ما تنتشرش، وكأنها بتنظف لوحة فنية لسه بتترسم. ولما قربت النهاية بصيت لليلى وقلت لها: ليلى، الفصل ده بتاعك انت اللي هتكتبي الخاتمة. مسكت المشرط وإيدها ما تهزتش ولا لحظة، بصت في عينه اللي كانت بتنزف دموع رعب صامتة وغرزته في المكان اللي عرفتها إنه بيوقف النفس في ثواني بس بوجع لا يحتمل. ولما جسمه سكن خالص بصينا لبعض واحنا بننهج، وريحة الموت ملت المكان، بس الأول مرة ما حستش بالوحدة. وش ليلى كان عليه طرطشة دم صغيرة، مسحتها بصوابعي ودقتها، وضحكنا ضحكة هزت حيطان البيت. وقضينا بقية الليل في المعمل، قطعناه لقطع صغيرة جدا بدقة هندسية، واستخدمنا الأحماض اللي ليلى اقترحتها علشان ندوب العظم تماما. وطلع الصبح واحنا قاعدين بنشرب قهوة في البلكونة بهدوء، والشمس طالعة بتنور يوم جديد ملوش أي علاقة باللي حصل جوه، وكأن دكتور هشام ما كانش موجود في الدنيا أصلا. في ليلة من ليالي نوفمبر الباردة كنا أنا وليلى بنتمشى في شوارع وسط البلد، كانت الأضواء خافتة وريحة التراب المبلول مع ريحة الكتب القديمة بتملى المكان. ليلى بصت لي وقالت جملة خلت جسمي كله يقشعر: إسلام، إحنا قتلنا اللي بيكرهوك وكمان اللي بيقرفوك، بس تفتكر طعم القتل هيكون إيه لو الضحية ملهاش أي ذنب، لو كان حد نقي تماما؟ الفكرة كانت شيطانية بس كانت مغرية، وبدأنا ندور على الضحية، ووقع اختيارنا على شاب بسيط بائع متجول بيبيع ورد، ملامحه فيها طيبة ساذجة ومستفزة، اسمه سيد. ناديت عليه وقلت له إن عندنا حفلة كبيرة ومحتاجين كل الورد اللي معاه، والولد صدق وطلع معانا الشقة وهو شايل الرزق اللي نزل عليه من السما. أول ما دخل ليلى قفلت الترباس بهدوء، الولد كان بيحط الورد على الترابيزة
وفي اللحظة اللي وطى فيها ليلى طلعت ساعة كهربائي وغرزته في رقبته. وقع مكانه وهو بيترعش زي السمكة. ربطناه في كرسي خشبي في وسط الصالة تحت إضاءة قوية خلت اللمعة في عينه تبان واضحة. ولما بدأ يفوق كانت ليلى قاعدة قدامه ماسكة وردة من بتوعه وبتقطع ورقها واحدة واحدة، وهي عمالة تبتسم له وهو ما كانش فاهم حاجة. كان بيعيط بذهول، ما كانش فيه حتى عداوة يمسك فيها علشان يفهم هو هنا ليه. ليلى قالت له: عارف يا سيد، انت هتموت بس علشان احنا عايزين نشوف البراءة بتنطفي ازاي. انت مجرد تجربة في معملنا. بدأت أنا الشغل. استخدمت مشرط رفيع جدا وبدأت أرسم خطوط هندسية على صدره. كنت عايز أطول اللحظة على قد ما أقدر. ليلى كانت واقفة ورايا بتحط إيدها على كتفي وبتهمس لي: بص على عيني يا إسلام، بريق الأمل لسه ما راحش. اقطع العرق ده وراقب التغيير. احنا كنا مستمتعين بحالة الذهول اللي في عينيه أكتر من القتل نفسه. الظلم ليه طعم معدني لاذع، طعم يحسسك إنك فعلا مالكش سقف. ولما النفس الأخير خرج الصالة كانت غرقانة في ميكس مرعب من ريحة الورد البلدي وريحة الدم السخن. المرة دي ما كانش فيه دافع للإخفاء المعقد، لأن مفيش رابط بيننا وبينه. قطعناه وشلناه في أكياس سودا ورميناه في حاويات زبالة في أماكن متفرقة من المدينة. ورجعنا البيت غسلنا إيدينا ونمنا بمنتهى الهدوء كأننا عملنا عمل خير. الدم اللي جمعني أنا وليلى كان عامل زي المخدر. كل جريمة بتدينا دفعة أقوى من اللي قبلها. كانت بتزود البارانويا عندنا. ما بقيناش نثق في خيالنا. البيت بقى عبارة عن حقل ألجام، وأي صوت بره الباب كانت بتخلينا نمسك السكاكين تلقائيا. وفي وسط الجنون ده ظهرت منا كانت صحفية شابة ذكية وعندها طموح قاتل. بدأت تشمشم ورا سلسلة الاختفاءات الغامضة لدكتور هشام ونورهان. ما كانش عندها دليل مادي، بس كانت عندها حاسة قوية إن إسلام الروائي ورا الموضوع. وبدأت تظهر في الندوات بتاعتي، بتسأل أسئلة خبيثة ومحددة عن تفاصيل جرائم في روايتي ما يعرفهاش غير اللي عملها. ليلى كانت بتراقبها من بعيد، عينيها كانت بتلمع بشراسة ذئبة بتحمي جحرها. وفي ليلة دخلت ليلى المكتبة وهي ماسكة لابتوب منا. قالت لي: القطة الصغيرة دي قربت تفتح الصندوق يا إسلام. شفت الملف ده؟ مجمعة كل تواريخ اختفاء الضحايا مع تواريخ نشر فصول روايتك. البنت دي لازم تختفي يا إسلام وبسرعة. الخطة كانت سريعة وبسيطة. ليلى استدرجت منا للشقة بحجة إنها هتحكي لها أسرار عن حياتي الخاصة. منا جت وهي فاكرة إنها لقت السبق اللي هيشهرها. قعدناها في الصالون. ليلى قدمت لها العصير مخلوط بمنوم قوي. أول ما بدأت تغيب عن الوعي ليلى بصت لي وقالت: المرة دي مفيش تعذيب يا إسلام، إحنا محتاجين نخلص بسرعة. الجثة دي لازم تختفي تماما. وفعلا شلناها ودخلناها المعمل. ليلى مسكت السكينة الكبيرة وبدأت الشغل بحرفية مرعبة. ما كانش فيه متعة في القتل المرة دي، كان فيه خوف بيحركنا. وقطعناها لقطع صغيرة واستخدمنا أطنان من المواد الكيميائية علشان ندوب أي أثر ليها. ريحة الكيماويات مع ريحة الموت كانت تخنق. بس خلصنا ومنا ما بقلهاش أي وجود غير في ملفات الكمبيوتر اللي مسحتها ليلى للأبد. لكن الجحيم ما كانش هيخلص هنا. أمي كانت ست بسيطة وطيبة لدرجة السذاجة، بس كانت بتحس بيا.
بدأت تلاحظ التغيير في تصرفاتي، السواد اللي تحت عيني والعزلة وريحة الكيماويات اللي بقت ماسكة في هدومي. وبدأت تشك في ليلى. كانت بتقولي البنت دي مش مريحة يا إسلام، البنت دي سحرالك. وفي يوم نحس دخلت أمي الشقة وإحنا مش موجودين، كانت بتدور على حاجة في المكتبة ولمحت الباب السري ورا الرفوف، فتحته ودخلت المعمل. ولما رجعنا لقيناها قاعدة في الصالة منهارة بتصرخ وبتعيط. شافت الصور، شافت الأدوات، شافت التذكارات من الضحايا. أمي ساعتها زعقت وقالت لي انت ايه؟ انت شطان؟ انا خلفت قاتل؟ انا هروح للبوليس افضحكم، هطهر اسمي من قذارتكم. وساعتها قلبي وقف، ما كنتش شايف قدامي غير حبل المشنقة بيقرب من رقبتي ورقبة ليلى. ليلى كانت واقفة وراها ماسكة فازة تقيلة وبتبصلي بنظرة معناها يا احنا يا هي. قلت لها يا أمي انتي مش فاهمة حاجة، ده فن، ده يتفو عليك، ده كفر يا ابن الكلب، أنا هوديكوا في داهية. وقامت عشان تخرج من الباب. في اللحظة دي العقل وقف والغريزة الحيوانية اشتغلت. ليلى رفعت الفازة وضربتها على راسها بكل قوتها، وأمي وقعت على الأرض والدم بدأ يسيل من راسها، وبصت لي بنظرة عتاب أخيرة خلت قلبي يتقطع. بس لسه الروح ما طلعتش. ليلى بصت لي وقالت ببرود ما تخلص عليها يا إسلام، لو عاشت احنا هنموت. ومسكت المشرط، ايدي كانت بتترعش ودموعي كانت مغرقة وشي. قربت منها وبعملية جراحية دقيقة قطعت الشريان الثبتي في رقبتها، والنفس الأخير خرج وروح أمي طلعت، وأنا غرقت في جحيم ملوش نهاية. وشلناها أنا وليلى ودخلناها المعمل اللي أمي شافته، وقطعنا جسمها اللي أكلت منه وشربت، ودوبناه في الأحماض. ما كانش فيه ضحك المرة دي، كان فيه صمت قاتل، صمت بيعلن إن إسلام وليلى ما بقوش مجرد قتلة، بقوا ملعونين للأبد. الناس فاكرة إن حياتنا عبارة عن قتل وبس، ما يعرفوش إننا كنا بنعيش حياة طبيعية جدا في الظاهر، بنفطر سوا، بنشرب القهوة في البلكونة وإحنا بنناقش فصول روايتي جديدة. ليلى كانت بتنزل تشتري لبس شيك، وأنا كنت بحضر حفلات توقيع كتبي والناس بتطلب تتصور معايا. بس الفرق إننا وإحنا بنتعامل مع العالم كان جوانا سر دافي وممتع بيخلينا نبص للبشر كأنهم قطع لحم ماشية على الأرض. وبعد ما خلصنا من أمي ومنا الصحفية، الشهية للتعذيب زادت، ما بقاش القتل السريع يكفينا. ليلى كانت بتقولي بابتسامتها اللي تدبح إسلام، الموت ده خاتمة تافهة، العظمة الحقيقية في الطريق للموت، إحنا محتاجين نطول المسافة. حولنا القابو المملكة الخاصة، ركبنا عوازل صوت احترافية وجبنا أدوات طبية مستوردة ومحاليل كيميائية بتخلي الأعصاب مستفزة لأي لمسة. ليلى كانت متخصصة في التخدير الموضعي، تخلي الضحية مش حاسة بجسمها كله ما عدا العصب اللي احنا بنلعب بيه. الضحية الجديدة يحيى كان مدرب جيم، شاب عضلاته قوية وصحته ترد الروح. اخترناه علشان نشوف المقاومة في أنقى صورها. ليلى استدرجته لحد جلسات التدريب الخاصة في البيت، وأول ما غاب عن الوعي وصحي وهو متثبت على الترابيزة المعدنية بالجنزير بدأنا الشغل. ليلى كانت لابسة روب حرير أحمر فوق ملابس العمل الجراحية، وكانت بتشغل موسيقى أوبرا هادية بتقول إن الصريخ لازم يمتزج بلحن راقي. بص يا إسلام، العضلات دي عاملة زي الألياف الموسيقية، لو شدنا الوتر ده بالبنسة هيطلع نغمة
سي حادة. بدأت تقشير طبقة الجلد الخارجية من على عضلة البايسبس عنده. يحيى كان بيحاول يصرخ، بس ليلى كانت ركبت له كمامة مطاطية بتكتم الصوت وبتحوله لهسهسة مرعبة. أنا كنت بستخدم مكاوي كهربائية صغيرة علشان أقفل الجروح أول بأول، مش حبا في حياته، بس علشان ما يموتش من نزيف وبسرعة. إحنا عايزينه يعيش معانا أسبوع من الاكتشاف. كنا بنقضي ساعات الليل وإحنا بنرسم بمشارطنا على جسمه. ليلى كانت بتمسك ملقاط طبي وتلعب في أعصاب إيده المكشوفة، وتراقب بمتعة إزاي صوابعه بتتحرك بحركات لا إرادية كأنها بترقص. كنا بنوقف الشغل علشان نتغدى، ناكل ستيك نص سوا وإحنا بنتناقش، تفتكر لو شلنا العظمة بتاعت الركبة هيقدر علينا وهو واقف؟ وبعد 5 أيام يحيى ما بقاش في حتة سليمة يتوجع منها، جهازه العصبي انهار، وليلى قررت إننا نعتقه. مسكت حقنة فيها هوا وقالت لي: دي اللمسة الأخيرة يا حبيبي، فقاعة هوا واحدة تنهي الرواية. حقنتها في عروقه، وراقبنا سوا الرقصة الأخيرة وهي بتنفض جسمه الرياضي اللي بقى عبارة عن خريطة من الوجع. خرجنا، خدنا شاور دافي. ليلى لبست فستان سواريه وأنا لبست بدلة شيك، ورحنا حضرنا افتتاح معرض فني. كنت واقف بكلم الناس عن الإنسانية في الأدب، وليلى واقفة جنبي بتمسح بإيديها على كتفي بمنتهى الرقة. ومحدش كان يعرف إن تحت الضوافر الرقيقة دي في بقايا من جلد يحيى. الحياة جوه بيتنا كانت منظمة لدرجة مرعبة. ليلى ما كانتش مجرد شريكة، كانت مديرة تشغيل. البيت كان متقسم لمناطق: منطقة المعيشة اللي بنستقبل فيها الناس، ومنطقة العمل اللي ورا المكتبة. ليلى مهووسة بالنظافة، ما كانش فيه سنتيمتر واحد في الشقة مش بيتمسح بالكلور المركز كل يوم. كانت بتقولي إن الغلطة مش بتيجي من السكينة يا إسلام، الغلطة بتيجي من أقل حاجة. في الفترة دي استدرجنا ضحية جديدة، راجل في الأربعينات، سمسار عقارات اسمه منصور. ما كانش فيه أي ضغينة بينا، بس منصور كان عنده بنية جسدية قوية، وإحنا كنا عايزين ندرس تحمل العصب للضغط الميكانيكي المستمر. التعذيب في الحقيقة ملوش علاقة بالأفلام، التعذيب هو صبر. ربطنا منصور في الكرسي الحديدي اللي ثبتناه في الأرض بمسامير صلب. ليلى كانت بتستخدم بنج موضعي في أماكن محددة علشان الضحية ما تفقدش الوعي من الصدمة العصبية. إحنا عايزينه صاحي، حاسس بكل حركة. بدأت باستخدام الكماشات، تقنية من اللي كنت بستخدمها في تصليح المواتير. ليلى كانت بتمسك المشرط الجراحي وبتبدأ تفتح فتحات طولية في عضلات الفخذ. ما كانش فيه صريخ عالي لأننا ركبنا له سدادة في بقه طبية بتمنع لسم الحركة وبتحول الصوت لأنين داخلي مكتوم بيتردد في عظم جمجمة بس. ليلى وهي بتشرح طبقات العضل ببرود: بص يا إسلام، العصب الوركي ده لو ضغطنا عليه بالبنسة ببطء هتلاقي صوابع رجله بتنكمش لوحدها. دي ردة فعل ميكانيكية بحتة. كنا بنقضي ساعات وإحنا بنجرب ضغوطات مختلفة. ليلى كانت بتسجل في نوتة طبية: الضحية يبدأ في فقدان السيطرة على المثانة بعد 2 ساعات من الألم. معدل ضربات القلب بيرتفع ل140 نبضة في الدقيقة. لون يميل الرمادي نتيجة انقباض الأوعية الدموية. كنا بنوقف الشغل علشان نشرب شاي. منصور كان بيبصلنا بعيون مكسورة، عيون فقدت الرغبة في التوسل. وليلى كانت بتمسح العرق من على وشي بمنتهى الحنان: انت تعبت يا حبيبي النهاردة، سيب لي بقى مهمة خلع الضوافر بتاعت رجله بالقصاف.
في الوقت اللي كان فيه منصور متخزن في الأبو، كنا بننزل نشتري خضار وفاكهة من السوبر ماركت اللي تحت البيت. كنت بقف أهزر مع البواب وأسأله عن أحوال عياله، وليلى كانت بتنقي التفاح بدقة وتفاصل في السعر. ما كانش فيه أي علامة اضطراب على وشنا. القاتل الحقيقي مش اللي وشه عليه دم، القاتل الحقيقي هو اللي بيعرف يلبس قناع العادي بإتقان. وبعد 4 أيام جسم منصور بدأ يتحلل وهو حي. ريحة الغرغرينة بدأت تظهر في الجروح المفتوح، وليلى كانت بتقول بملل: الخامة دي استهلكت خلاص يا إسلام، ارمي بقى الخردة دي في الحامض. وفي ليلة التخلص من بقايا منصور، ليلى كانت مرهقة واحنا بننقل الأكياس السودا للعربية اللي موجودة في الباركينج بالليل. خصلة شعر من شعرها الطويل وقعت ولزقت في شريط اللحام اللي كنا قافلين بيه كيس من الأكياس. ما خدناش بالنا. ليلى كانت فاكرة إن الكلور مسح كل حاجة، بس DNA ما بيتمسحش بالكلور. الخصلة دي كانت الخيط اللي مسكه ضابط مباحث شاب بدأ يربط بين البلاغات عن اختفاء السماسرة والناقدين وبين سكان العمارة الراقية دي. الخوف ما كانش شعور موجود في قاموسنا، بس الحذر كان هو اللي ممشينا. بعد واقعة منصور بدأت أحس بتقل في الجو. ليلى بذكاء الأنثى الفطري وسواد قلبها كانت بتقولي: إسلام، البواب بيبصلنا بنظرات غريبة، والظابط اللي بيجي القهوة اللي تحت البيت عينه ما بتنزلش من على عربيتنا. احنا على فكرة محتاجين نهدي اللعب شوية. بس المشكلة إن ما كانش ينفع نهدى. الجوع كان بقى مرضي، بقينا بنحتاج جرعة الوجع علشان نقدر ننام. وفي يوم جالي استدعاء في القسم، ورحت بمنتهى الثبات لابس أحسن بدلة عندي وبرفاني مالي المكان. قعدت قدام الضابط ياسر، شاب ذكي جدا. الضابط قال: أستاذ إسلام، إحنا بنحقق في اختفاء دكتور هشام والسمسار منصور، وبما إن حضرتك كنت آخر حد شافهم أو يعني لك علاقة بيهم، قلت ندردش شوية. ده واجبي يا ست الضابط، الأديب دايما بيبقى في قلب الحدث، بس يا ريت نلاقي الناس دي بسرعة، القراء بتوعي قلقانين. وخرجت من القسم وأنا عارف إن عينه عليا. رجعت البيت لقيت ليلى قاعدة في الضلمة ماسكة السكينة اللي ذبحنا بيها أمي وبتمسحها بهوس. الخوف هو الشعور اللي بيصيب البشر لما بيقربوا من نهايتهم، بس إحنا ما كناش بشر، إحنا كنا حالة بعد واقعة خصلة الشعر. الجو في الشقة بقى تقيل، كأن الحيطان نفسها بدأت تنزل دم. ليلى كانت قاعدة قدامي في المكتبة، ضوء الأباجورة الأحمر راسم على وشها ظلال بتخليها شبه إله انتقام قديمة. حطت إيدي على بطنها وحسيت بنبض خفيف، نبض لسه ما يعرفش إن أبوه كاتب بيغمز ريشته في الشرايين. ليلى قالت: إسلام، السواد اللي زرعناه أسمر، في وريث شايل جيناتك، شايل موهبتك في تشريح الأرواح. البذرة دي مش هينفع تموت في زنزانة، لازم تخرج للدنيا، تكبر وسطهم وتكمل اللي احنا بدأناه. في اللحظة دي ما بقاش في نقاش، أنا كنت القربان اللي لازم يقدم نفسه علشان ليلى والنسخة المصغرة مني يعيشوا. الخطة كانت انتحارية بس أيقونية. الساعة 4 الفجر، صوت المطر بره كان بيغطي على حركات قوات العمليات الخاصة اللي بدأت تحاصر العمارة. ليلى كانت لابسة بلطو أسود طويل وحاطة في جيبها مذكراتي الأخيرة وباسبورها المزور. ليلى، الممر السري اللي ورا المكتبة بيفتح على المنور القديم ومنه للشارع اللي ورا. العربية مستنياكي وما تبصيش وراكي. إسلام اللي عرفتيه ما بيتمسكش، إسلام بيتحول بس.
وبوست إيديها البوسة الأخيرة، وحسيت بريحة الدم اللي فيها. ليلى اختفت ورا رفوف الكتب كأن الأرض انشقت وبلعتها. وفي اللحظة اللي قفلت فيها الباب السري، باب الشقة الرئيسي انفجر. دخلوا هما بيصرخوا، كشافاتهم بتخرم الضلمة. ما كنتش خايف، كنت هادي جدا. نزلت الأبواب ببطء، ولعت بخور الجثث اللي ريحته بتسطل، وشغلت موسيقى أوبرا بأعلى صوت. وقفت في نص المعمل لابس مريالة الجراحة البيضة، وماسك في إيدي مشرط ذهبي كنت شاريه لمناسبة زي دي. ولما الضابط ياسر دخل ومعاه القوات، وقفوا مذهولين. المعمل كان متحف، صور الضحايا متعلقة، عينات الدم محفوظة في قوارير زجاجية ومترتبة بالألوان. وفي نص المعمل كانت فيه جثة منصور اللي لسه ما دابتش، متشرحة بدقة خلت العساكر يرجعوا لورا من المنظر. ارمي اللي في ايدك، ارمي اللي في ايدك يا إسلام، فين ليلى مراتك؟ رفعت المشرط لفوق وضحكت ضحكة هزت أركان الأبو. ليلى هي الرواية اللي مش هتعرف تقراها ياسر. ليلى هي المستقبل اللي هيفضل يطاردك في أحلامك. أنا النهاردة مش بقع، أنا النهاردة بتخلد. وقربت من ياسر ببرود. المسدسات كلها كانت موجهة لصدري. غرست المشرط في الترابيزة المعدنية بكل قوتي. أنا اللي كتبت النهاية دي يا ياسر، مش أنت. السجن بالنسبة لي ما كانش عقاب، كان خلوة علشان أكتب مذكراتي. والمكتبة اللي ليلى خدتها معاها هي القنبلة الموقوتة اللي هتنفجر في وش العالم كله. دلوقتي أنا في زنزانة انفرادية، ما بشوفش الشمس، بس بشوف ليلى في كل سطر بكتبه بضوافري على الحيطة. ليلى بعتت لي إشارة من أسبوع، كتاب جالي عن طريق محامي، وفي الصفحة الأخيرة كانت فيه بصمة طفل صغير باللون الأحمر، لوننا المفضل. ياسر بيجيلي كل يوم، بيحاول يعرف مكان ليلى، وأنا ببصله وبقوله ليلى سعادة الضابط في كل مكان، في كل رواية جريمة بتتباع، في كل صرخة وجع بتسمعها بالليل. ليلى بتكبر، واليوم اللي هخرج فيه من هنا مش بعيد، لأني ما سبت الزوجة بره، أنا سبت عقيدة، والجيل الجديد لسه بيتعلم إزاي يمسك المشرط. صوت تزييق باب الزنزانة بيعلن نهاية يوم وبداية جزء جديد. ليلى لسه بره، والوريث بيكبر وأنا هنا. صوت تزييق باب الزنزانة بيعلن نهاية يوم وبداية جزء جديد. ليلى لسه بره، والوريث بيكبر وأنا هنا. الكاتب اللي خلى الموت أدب عالمي. أنا هخرج. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة. استنوني في قصة جديدة. كانت معكم غادة محمود.